العالم بيهيج على ربنا وهو بيحب وهيبقى يحب. كنت بتكلم مع واحد كده او واحدة يعني، وبعدين يعني فجبنا سيرة واحد، فقالوا فلان ده، لا يا شيخ ده شوف شعره ولبسه وشكله، هو ده منظر يجي بيه الكنيسة؟ او دي لها منظر تيجي بيه الكنيسة بشكلها ده ولا بلبسها ده يا شيخ؟ دي حاجة وحشة خالص. قلنا فعلا دي حاجة وحشة، لكن الكنيسة ما بقتش شغلانتها غير تقول بس دي حاجة وحشة. مش كان برضو ما قبل ما تقول دي حاجة وحشة كانت مفروض قدمت المسيح للناس دولت وقالت لهم يسوع بيحبكم واهلا وسهلا. حب ربنا وطول أناته بتحتملنا لغاية النهاردة، وينتظر ولو في الثانية الأخيرة من العمر يدي توبة. واحنا بنحبكم فاتحين لكم قلبنا، وتعالوا لحضن يسوع كده هوت، وتعالوا اتمتعوا بالكنيسة. وبعدين نتفاهم كده في الحتت الصغيرة التافهة اللي بره الموضوع ديت، بس مش هتفضل في الكنيسة بقى غير الحديث عن الحاجات التافهة ديت. ابعدوا عن الأجواء دي تماما، احنا بنعيش المحبة الكاملة. احنا عملنا ايه للناس دولت؟ صحيح البنت اللي معايا في الكليه دي او الولد الزميل اللي في الكليه ده اهو مش مبسوط منه، انا منه من لبسه ولا من شكله ولا من منظره ولا من سلوكه ولا من تصرفاته، معاك في الحته دي. لكن ايه اللي قدمته الكنيسه لهذا الانسان؟ ما قدمتلوش غير ان انا دينه بس. صحيح هو غلطان، انا معاك، لكن ايه اللي قدمت له الكنيسه؟ انت يا راجل يا بتاع الكنيسه، انت يا شاب يا بتاع ربنا يا بتاع الكنيسه، ايه اللي قدمته له؟ الكنيسة اللي انتوا قاعدين فيها دي منبع المحبة الكاملة. قدمت له حب، قدمت له قلب مفتوح، قدمت له هديه لطيفه، بس رفعت صلوه من اجله قدام ربنا، قلت له صباح الخير كده بقلب مفتوح بوجه مبتسم، كلمته كلمه حلوه كده لمصلحته، ولا وقفت ديان ليه مناقض ليه؟ المفروض ان احنا نخرج للعالم بقلب مفتوح. انا بزعل ان احنا ما بنعيش كده. عيشوا ده. في يوم ما نتقابل مع ربنا هنفاجأ الأعداد الرهيبة اللي كنا نظنهم فاسدانين ومش ممكن يدخلوا الفردوس وبعدين ينتقلوا إلى الحياة السماوية، نلاقيهم أبطال زي ديماس اللص وزي القديس أنبا موسى الأسود. كثيرون أحبائي في اللحظات الأخيرة رجعوا ربنا. اوعى تفقد المحبة لإنسان على وجه الأرض. المحبة قوة جبارة جدا. قوة ايه؟ قوة ربنا. محبة شجاعة جدا. المحبة قوية جسورة. مكنوا المحبة، عيشوها، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. سلام.